تخيل تبقى شاب ضعيف والكل بيتنمر عليك، وفجأة ينتشر فيروس ويحول كل الناس لزومبي، وتلاقي خاتم يحول حياتك 180 درجة. يا ترى هتقدر تنتقم من الناس اللي أذوك وتنمروا عليك في نهاية العالم؟ ده اللي هنعرفه مع بطلنا تيان. ما تنساش اللايك المتين والاشتراك الفشيخ، ويلا بينا قصة النهاردة. بتبدأ القصة بشاب اسمه تيان وهو بياخد علقة من زمايله المتنمرين في الجامعة بسبب انه حاول يكلم بنت في الجامعة، وبيكلم واحد من المتنمرين اسمه مو وبيقول له انه لو قرب من زميلتنا شين تاني هقضي عليك، المرة دي انا بحذرك، المرة الجاية مش هرحمك. وبعد ما بيخلصوا بيقول تيان لنفسه انا ورايا شغل لازم اخلصه علشان اعرف اصرف على دراستي، لكن بالصدفة بيتكعبل في خاتم صغير وبيتفاجئ ان الخاتم ده بيكلمه وبيقول له انا الحاكم الافتراضي وفي فيروس هينتشر بكرة وهيحول كل الناس لزومبي. فبيطلب منه المتحكم الافتراضي انه يلبسه وهيثبت له كلامه، واول ما بيلبس تيان الخاتم بيعمل له الخاتم فحص كامل، فبيشوف تيان رؤيه مرعبه للناس لما بتتحول لزومبي. وقتها بيجي له حاله توتر وبيحاول يقلع الخاتم، لكن بمجرد ما بيعمل كده بيحس بالم شديد، وبيقول له الخاتم لو حاولت تقلعه هتموت. وبيقول الخاتم لتيان ان النظام اختارك علشان تحارب الزومبي وتنقذ العالم. فبيقول له تيان انا اضعف من المهمه دي، فبيقول له النظام يفرك الخاتم، ولما بيعمل كده بيظهر من الخاتم صندوق التخزين، وبيقول الخاتم لتيان الصندوق ده يقدر يشيل فيه الادوات اللي هيحتاجها في مهمته، ودي ازازه لعلاج الفيروس علشان لو حد اتصاب تقدر تعالجه، لكن لازم تبقى مصاب بالفيروس علشان تقدر تاخد علاج الخاتم، والا العلاج هيحولك لزومبي. وبيروح تيان للسكن الجامعي وبيحذر زمايله من اللي هيحصل بكره وانهم لازم يستخبوا في البيوت، لكن طبعا محدش بيصدقه وبيتريقوا عليه. وبيقدر تيان يقنع صاحبه بن انهم يباتوا في الشقه ويقفلوا الباب بعفش البيت. وتاني يوم بيسمع تيان وبن دوشه بره، في حد بيحاول يكسر عليهم الباب، ولما بيبصوا من الشباك بيلاقوا الناس فعلا اتحولت لزومبي. وبيكون بن في حاله رعب وبيتاكد من كلام تيان وبيهديه تيان وبيقول له طول ما هم في السكن هم في امان بسبب ان الزومبي لسه ضعاف وسرعتهم بطيئه، ولكن لين بيقول له ان اصحابهم لسه بره واكيد هم في خطر. فبيقول له تيان ان هم ما يقدروش يعملوا حاجه في الوقت الحالي. فبيقول له بن ان باقي الطلبه بره ومنهم تشين اللي بيحبها. فبيستغرب تيان ان تشين في المدرسه لان المفروض معاها حفله بره، لكن بن بيقول له ان الحفله اتلغت. ووقتها بيقرر تيان انه لازم يروح ينقذها، وبيقول لبن يستناه في الاوضه ويقفل الباب وراه، لكن بن بيرفض يسيبه لوحده وبيروح معاه. ولما بيطلعوا هما الاثنين بيقابلوا الزومبي في طريقهم فبيضربوهم بآلات حادة على دماغهم. وبيقول تيان ان راس الزومبي هي نقطه ضعفهم، وبياخد تيان الفأس وبيروح لحديقه الجامعه، وهناك بيلاقي كل الطلبه موجودين على المسرح متحاصرين بالزومبي. فبيفكر تيان انه ياخد العربيه ويجذب بيها الزومبي لبعيد، وبيقول لبن ياخد الطلبه لمكتبه الجامعه، وبيركب تيان العربيه وبيخبط بيهم الزومبي وبيخليهم يجروا وراه. في الوقت ده بياخد بن الطلبه لمكتبه الجامعه وبيقابل بنت اسمها سي تونج، ودي بتكون رئيسه اتحاد الطلبه، وبيقول لها اللي حصل وان تيان خاطر بحياته علشان ينقذهم. فبتقول سي تونج انها لازم تساعده، فبيقول لها بن انه هيعرف يتصرف وانها لازم تروح مع باقي الطلاب على المكتبه بسرعه. وبيهرب تيان من الزومبي وبيستخبى ورا الشجره وبيسيب العربيه للزومبي، وفجاه بيلاقي ايد غريبه جايه عليه فبيهاجمها، ولكن بيكتشف انه صاحبه بن وبيطمنوا بن على زمايله، لكن بيقول له ان تشين ما كانتش معاهم. فبيقلق عليها تيان فبيطمنوا بن انها دايما معاها مساعده، وبيروحوا هما الاثنين علشان يستخبوا مع باقي الطلبه. لكن لما بيوصلوا للمكتبه بيرفض طالب اسمه كيان انه يفتح ليهم علشان خايف من الزومبي اللي حواليهم، وبالفعل بيتجمع الزومبي على تيان وبن فبيطلبوا من كيان يفتح بسرعه، لكن كيان بيرفض. فبتحاول رئيس اتحاد الطلبه سي تونج ان هما اللي انقذوا حياتهم وبتحاول تفتح الباب بالعافيه، فبيضربها كيان علشان يمنعها وبيتضايق الطلبه من اللي عمله كيان. وفي الوقت ده بيضطر تيان وبن يهربوا بسرعه علشان الزومبي اتجمع حواليهم، وبيدخلوا مبنى الجامعه وبيعتذر بن لتيان لانه عطله في الطريق. فبيقول له تيان انه مش ذنبه لان كيان عمره ما كان هيفتح الباب، لانه معروف من زمان في الجامعه انه انسان حقير وظهرت حقيقته بعد انتشار الفوضى في المدينه، وباقي الطلبه رفضوا يتدخلوا لانهم فضلوا مصلحتهم الشخصيه. وبيقول تيان انه لازم ينتقم منه علشان ضرب رئيسة اتحاد الطلبه. وفي الوقت ده بيكون سي تونج متضايقه من نفسها لانها ما عرفتش تساعد تيان وبن، وبيحاول زمايلها يهونوا عليها. فبيقول لها كيان انها كانت هتعرض الطلبه للخطر بسبب غبائها، بيحذرها انها هتعرضه تاني. فبتقول له سي تونج ان لولا تيان كانوا هيموتوا. واول ما بيدخل تيان بيضرب كيان بسبب موقفه الندل اللي عمله، زائد انه مد ايده على سي تونج. فبيبرر كيان موقفه انه كان خايف على سلامه الطلبه، وبتشكر سي تونج تيان وبتعتذر له انها ما قدرتش تساعده. فبيقول لها تيان ما تلومش نفسها، وبتنهار سي تونج من البكاء بسبب خوفها من الزومبي. فبيطمنها تيان وبيوعدها انه يحميها مهما حصل، وبيسالها تيان على شن، فبتقول له انها شافت شن بتهرب مع الحارس الشخصي بتاعها، وبتفتكر وقتها سي تونج ان تيان بيحب تشن. ومع الوقت بيحس الطلبه بالجوع وبيكتشفوا كمان ان مياه الشرب خلصت، فبيروح للدور التاني من المكتبه لان فيهم اكل، لكن بيلاقي هناك مو وشلته اللي بيسيطروا على الدور التاني اللي فيهم اكل، وبيمنعوا اي حد انهم يقرب منهم، وبيقول لهم انهم لو عايزين الاكل لازم يشتروه بالاشياء الثمينه اللي معاهم او عن طريق ان البنات تقدم نفسها ليهم.
وبتضرب واحده من البنات بسبب قله ادبه، فبيمسكها مو وبيضربها وقتها، فبتقف له سيتونج وبتحاول تمنعه وبتقول له ان المدرسه مش ملكه لوحده ولازم يتعاونوا مع بعض علشان يقاوموا وباء الزومبي. فبيقول لها مو انها كانت دايما بتقف قصاده وبتتحداه، وإدارة الكلية هي اللي كانت بتحميها منه، لكن خلاص بعد انتهاء إدارة الكلية مفيش حد هيحميكي تاني مني. وبيحاول مو يتعدى عليها، فبيحميها تيان وبيتحدى مو وبيكون ماسك فاس في ايده، فبيتريق عليه مو واصحابه، فبيضرب تيان الترابيزه اللي جنبه بالفأس. وقتها بيتراجع مو عن الاشتباك معاهم وبيقول لهم ان الدور التاني ملكه هو وشلته، ويقدروا يقعدوا في الدور الاول، لكن لو حد قرب من الدور التاني هقضي عليه. وبيكون مو ناوي يخلص على تيان في اقرب وقت ممكن. وقتها بيتقبل الطلبه الوضع وبيتجنبوا الاشتباك مع مو وجماعته، وبعد كده بيرجعوا تاني يفكروا في ازمه الاكل والشرب، وبتكون سيتونج هي كمان جعانه وبيظهر على وشها ملامح التعب. وبيقعد يفكر تيان وقتها في حل بعيد عن مو ورجالته، وبيقرر تيان يطلع بره علشان يجيب اكل للطلبه، وبترفض سيتونج الاقتراح، فبيقول لها تيان ان مفيش حل تاني والا هيموتوا كلهم، وبيأمرهم انهم يأمنوا الباب لحد ما يرجع. واول ما بيطلع بيلاقي اكل كتير مرمي على الارض، فبيستعمل صندوق التخزين وبيحط فيه الاكل علشان يكفيهم اطول فتره ممكنه. وفجاه بيلاقي زومبي جايين عليه، فبيضربهم بالفأس، لكن بيلاقي نفسه محاصر بعدد كبير من الزومبي، فبيهرب بسرعه على كافيتيريا الجامعه، وهناك بيلاقي حله كبيره مليانه رز، فبياخدها معاه وبيرجع تاني لاصحابه اللي بيكونوا خايفين عليه، وبيدي بين وسيتونج من الرز وبيقول لهم ان عدد الزومبي بره كبير جدا ولازم يوفروا الاكل والشرب علشان يكفيهم اكبر وقت ممكن، وبسبب انهم صعب يلاقوا اي اكل بعد كده. وبيقول لهم كمان ما يجيبوش سيره الاكل ده للطلبه لانهم ممكن يهجموا عليهم ويسرقوا كل حاجه، وبيفكروا في مكان يشيلوا فيه باقي الرز، فبيشيلهم تيان ورا باب الخروج لان كل الناس خايفين من الزومبي ومستحيل يقربوا من الباب ده. وبيقول لهم انهم لازم يرجعوا للطلبه بسرعه علشان ما يشكوش فيهم. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا للمكتبه تاني، وهناك بتظهر شين اخيرا، ودي بتكون ملكه جمال الجامعه، وبيكون مو بيحبها وعايز يرتبط بيها، فبيدي لها مو اكل وبيعرض عليها تيجي تقعد معاه في الدور التاني، لكن شين بترفض وبتقول انها عايزه تقعد مع زمايلها، وبيحاول مو ياخدها بالعافيه، لكن شين بترفض وبتضربه بالقلم وبترمي الاكل اللي خدته منه بالرغم من انها تموت من الجوع. وبيكون تيان وصاحبه بيتفرجوا على الموقف ده ومعجبين بشخصيه شين، وبتقول سيتونج لتيان ان لو قدر يساعدها في مشكلتها هيقدر ياثر عليها، فبيقول لها تيان ان شين نجمه كبيره وهو طالب فقير ومستحيل شين ترتبط بواحد زيه، فبيشجعه بين انه يحاول يقرب منها، فبيستغل تيان الفرصه وبيتعرف عليها وبيديها اكل من اللي معاه، ودي بدايه العلاقه بين شين وتيان. وفي الوقت ده بيروح كيان لمو علشان ينضم ليه ولمجموعته مقابل انه يقدم له خدمات معينه، وبيعرض عليه انه يعمل له اي حاجه هو عاوزها، وبيوافق مو، وبتسال هاو شين عن السبب اللي يخلي تيان يساعدهم، فبتقول لها شين ان مفيش اي علاقه وان تيان مجرد زميل ليها، فبتقترح هاو انها لازم ترتبط بيه لان بعد انتشار الفيروس البنات بالذات بتكون حياتهم في خطر، ولازم واحده زي شين ترتبط بواحد يحميها. وبيلاحظ تيان ان سيتونج متضايقه، فبيقول بين ان سيتونج بدات تحبه وحست بالغيره من شين، وبعد شويه بيرمي مو بنت من الدور التاني وبيقتلها. وبيلاحظ الطلبه انها واحده من البنتين اللي اخدهم كيان لمو، واكيد مو كان بيتعدى عليها فقررت تنهي حياتها بنفسها. وبيطلع مو بيقول عليها انها بنت حقيره لانها ما قدرتش مساعدته، ووقتها بيتعصب كل الطلبه من تصرفات مو وبالذات تيان، وبيوعدوا تيان انه هينتقم منه بسبب جرايمه، فبيتعصب مو من تهديد تيان وبيأمر رجالته انهم ينزلوا ويضربوه، لكن بيحاول كيان يهديه وبيقول له ان الطلبه دلوقتي كلهم بيكرهوه ولو تعاونوا مع تيان كلهم مش هيقدروا يقاوموهم. وبالليل اثناء ما هم نايمين بيقتحم الزومبي المكان وبيكونوا الطلاب في حاله ذعر، فبيأمرهم تيان انهم يقفلوا الابواب بالرفوف، وبيفكر تيان ساعتها ان في باب خلفي ممكن يدخلوا منه. فجأة بتتحول البنت اللي ماتت لزومبي وبتطارد زمايلها، لكن بيقتلها تيان قبل ما تأذي اي حد، لكن بيدخل الزومبي من الباب الخلفي، فبيهربوا بسرعه لأوضه مقفوله، لكن بيكون مو جماعته جوه قافلين الباب ورافضين اي حد يدخل. وبتكون شين مش عارفه تنقذ نفسها لحد ما بيجي تيان بياخدها هي وسيتونج وبن وبيهربوا على الحمام، وبيقفلوا الباب وراهم، لكن الزومبي بيحاولوا يكسروا عليهم الباب. وبيشوف بن من الشباك ان مفيش اي زومبي قدامهم وفي عربيه، فبيقول لهم تيان ينطوا من الشباك ويهربوا للعربيه بسرعه، وبيرفعهم تيان واحد واحد علشان ينطوا من الشباك لحد ما بتفضل سيتونج، فبتقول له امين هيساعدها ينط من الشباك، فبيطمنها تيان وبيقول لها انه معاه خطه للهروب. وبعد ما بينط سيتونج بيكسر الزومبي الباب وبيهاجموا تيان، وبيحاول تيان يعطلهم اطول فتره ممكنه علشان صحابه يهربوا، وبيقول لهم تيان يهربوا بسرعه، وبيكون تيان خلاص عرف انه هيموت. وفي الوقت ده بيحارب تيان الزومبي وبيقتلهم، ولما بيطلع بيقول الخاتم ان تيان اتصاب بالفيروس ولازم ياخد العلاج قبل ما يتحول لزومبي، وبياخد تيان العلاج بسرعه، ووقتها بيحس بألم شديد وبيغمى عليه، ولما بيصحى بيلاقي نفسه اتعالج من كل الجروح وبقى اقوى من امبارح. وبيتكلم الخاتم معاه تاني وبيقول لتيان انه يناديه باللورد، يعني كده الخاتم بقى اسمه اللورد مش خاتم، وبيدي اللورد لتيان لقب زيرو، وبيقول له انه اتطور من جندي من المستوى الاول لجندي من المستوى الثاني بسبب انه قتل زومبي كتير، وبيقول له ان في مستويات اكتر من كده بكتير، وعلشان يقدر يطور من نفسه لازم يقتل زومبي كتير ويكسب نقاط. وبيجرب تيان قوته الجديده وبيضرب عمود الخرسانه اللي جنبه فبيدمره بضربه
واحدة، فبيعرف إن قوته زادت فعلا وإن كلام اللورد طلع صح. فبيدخل تيان الجامعة علشان يدور على أي حد عايش، لكن مش بيلاقي أي حد وبيروح السكن. ولما بيفتح التلفزيون بيعرف من الأخبار إن نص العالم اتحول لزومبي والحكومة عملت ملاجئ للناجيين. فبيقول تيان لنفسه أكيد صحابي في الملاجئ دي. وبيلاقي طالبة في السكن اسمها شينج مستخبية في الدولاب وبتكون خايفة جدا، فبيهديها وبيسألها تيان عن سبب وجودها. فبتقول له إن امبارح عرض عليها كيان هي وزميلتها إنهم يطلعوا في الدور التاني مقابل الأكل، لكن أول ما بيطلعوا بيحاول مو يتحرش بيهم، فبترمي زميلتها نفسها من الدور التاني علشان تهرب، لكن للأسف بتموت. وبيعرف كيان إن هي الطالبة اللي ماتت وتحولت لزومبي امبارح. وبعدها هربوا الطلبة بعد ما الزومبي اقتحم المكان، لكن شينج معرفتش تهرب معاهم ففضلت مستخبية في الدولاب لحد تاني يوم. فبتكون منهارة جدا بسبب اللي حصل لصاحبتها، فبيهديها تيان. ولما بيعرفها بنفسه بتعجب به جدا بسبب انه واجه مو وشلته ولما انقذ المجموعة من الزومبي. وبيعرض عليها تيان انها تروح معاه لملجأ الناجيين، فبتوافق شينج لانها محتاجة حد يحميها. واثناء ما هم قاعدين بيسمعوا صوت طلبة بيستنجدوا بيهم في مبنى الإذاعة، فبيروحوا بسرعة علشان ينقذوهم وبيلاقوا الزومبي محاصرين المبنى. فبيطلع تيان على الشجرة وبيقول لهم ما يطلعوش صوت علشان ما يجذبوش الزومبي، وبيرمي لهم حبل وبيقول لهم يربطوه وينزلوا بيه، لكن آخر طالب بيستعمله بيقع وبيلفت انتباه الزومبي. فبيجروا الطلبة بسرعة على العربية وبتكون العربية مليانة، وبيرفضوا ياخدوا تشينج معاهم بسبب انه مفيش مكان وبيهربوا بسرعة. وبيتضايق تيان من انهم انانيين، وبيروح تيان وشينج مطعم الجامعة، وهناك بتجهز شينج طبق لذيذ جدا لتيان. وبتكون شينج وقعت في حب تيان، بتعترف بحبها ليه وبتطلب منه انها تتجوزه، لكن تيان بيرفض وبيقول لها انه يساعدها علشان خاطر قابلها في طريقه ومش مستني منها مقابل. ووقتها بتزعل شينج من كلامه وبتفتكر انه بيكرهها، لكن تيان بيعترف لها انه بيحب واحدة تانية وهي شين. فبتطلب شينج منه انه يديها فرصة لانها محتاجة انسان قوي يحميها من خطر الزومبي. وبينزل تيان وشينج جراج العربيات وبيختاروا عربية علشان يهربوا بيها، وبيكونوا ناويين يروحوا ملاجئ اللاجئين. وفي الطريق بيقابلوا 3 بيطلبوا منهم المساعدة وبيركبوا معاهم وبيقولوا له انهم هربوا من الزومبي في الطريق. ولما بيشوفوا عربية المجموعة اللي انقذوها من مبنى الإذاعة مقلوبة والزومبي حواليها، وقتها بيحلل تيان كلام البنت اللي وراه وبيكتشف انها كدابة، لان لو الزومبي في الطريق ما كانوش قدروا يوصلوا ليهم. واثناء الكلام بيرفع واحد منهم سلاح ناحية تيان، وبيأمروا تيان وشينج انهم يسيبوا العربية والاكل لو عايزين يعيشوا. وبيضطر تيان وشينج ينزلوا من العربية، لكن في واحد عايز شينج تفضل معاهم، لكن تيان ما بيهتمش بكلامه وبياخد شينج وبيمشي. فبينزل الراجل وبيهددهم بالمسدس، فبيقطع تيان ايده بحركة سريعة. ولما بينزل الباقي بيقتل تيان واحد منهم وبيضرب نار على السلاح اللي في ايد البنت الأخيرة وبيثبتها بالمسدس. فبتترجاها البنت يسيبها وما يقتلهاش، وبتحاول تغريه بجمالها. فبيقول لها تيان انه هيسيبها في وسط الشارع، بس تعمل حسابها انه صوت ضرب النار اكيد هيجذب الزومبي. ولما بيمشي بالفعل بيجي عليها مجموعة كبيرة من الزومبي، وبيكمل تيان وشينج الطريق وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للمدينة. وهناك بتكون العربيات موقفة الطريق، فبيمشوا على رجليهم وبيلاحظوا ان المدينة ما فيهاش حد ولا بشر ولا زومبي، لكن بيسمع تيان صوت الزومبي من بعيد بسبب ان الترياق اللي خده طور حواسه البشرية، وبيخمن ان الزومبي موجودين في مكان معين ومتجمعين حوالين ناس. وفي اخر الطريق بيلاقوا متجر محبوس فيه ناس ومتحاصرين بالزومبي، فبيطلع تيان وشينج على المبنى وبيشوف من الشباك الناس اللي موجودة، وبيكون هناك شاب اسمه يانج اخته اتعضت من الزومبي وهتتحول قريب لزومبي. وقتها بتقوم لين خطيبة يانج وبتطلب منه يقتل اخته قبل ما تتحول لزومبي وتأذيهم، لكن يانج بيرفض ويفكرها انها اتصابت علشان تنقذها من هجوم الزومبي. لكن لين خطيبة يانج ما بتهتمش وما بتفكرش غير في نفسها، فبيغضب عليه كل الناس علشان يقتل اخته، لكن يانج بيصمم على رأيه. ووقتها بيهاجم كل الناس يانج، لكن يانج بيقدر يدافع عن نفسه بسبب انه كان لاعب فنون قتالية محترف. وبيشوفهم تيان وشينج وبيقرر تيان ينقذ يانج واخته. فبتستغرب شينج لان اخت يانج مصابة وهتتحول لزومبي، فبيقولها تيان انه محتاج يكون فريق من الناجين عندهم مهارات خاصة زي يانج علشان يقدر يقاوم الزومبي، لانه مش هيقدر يواجه الزومبي لوحده ومحتاج فريق يساعده. وفي الوقت ده بيقدر الناس يغلبوا يانج بسبب عددهم وبيكونوا خلاص هيقتلوا اخته، لكن بيتدخل تيان وبيوقفهم وبيقول تيان انه يقدر ينقذ شخص واحد بس، وبيختار يانج واخته. فبيرمي تيان حبل علشان يطلعوا، وبيقول للناس لو حد فيهم حاول يطلع قبل يانج هيقطع الحبل وهيسيبهم للزومبي. وبتحاول لين خطيبة يانج تستعطفه وبتطلب منه ياخدها معاه، لكن يانج بيرفض لان ظهرت على حقيقتها من شوية وطلعت انسانة انانية ومبتفكرش غير في نفسها. وبالفعل بينقذ تيان يانج واخته، لكن اخت يانج حالتها بتتدهور وتيان ما بيقدرش يعالجها بسبب ان العلاج خلص منه خلاص. وقتها بتقول الاخت لاخوها انه يقتلها قبل ما تتحول، لكن يانج لسه رافض. فبيقول لهم تيان انه مفيش حل تاني وانه لازم يريح اخته،
فبيقول يانج انه مش هيقدر يأذي اخته حتى لو اتحولت، وبتقول الاخت لتيان انه يخلي باله من يانج وانه يوافق يكون صديق ليه لانه هيكون وحيد بعد موتها، وبيوعدها وقتها وبتموت اخته اخيرا وبتتحول لزومبي. فبيقول تيان ليانج يقتلها بنفسه، لكن يانج ما بيقدرش، فبيضطر تيان هو اللي يقتلها، وبيحزن يانج عليها جدا. بعد كده بيروح هما التلاتة مكان يناموا فيه وبيتعرفوا على بعض، وبيحكي يانج قصة حياته وبيقول ان عيلته من الريف وابوه وامه اتوفوا وفضل عايش هو واخته، وكان بيستغل مهاراته في الفنون القتالية علشان يشتغل، وتعرف بالصدفة على لين خطيبته وكانت جميلة ومن عيلة غنية، وهو ما كانش يحلم يرتبط بواحدة زيها. وفي يوم راحوا هما التلاتة علشان يتفسحوا، لكن الفيروس انتشر والزومبي كان بيجري وراهم، وساعتها وقعت خطيبته لين على الارض اثناء الهروب، وقبل ما ياكلها الزومبي بتنقذها اخته بسرعة، لكن بتتعرض للإصابة وبيجروا بسرعة على المتجر. وبعدها حصلت الأحداث اللي احنا نعرفها، وبعد ما بيخلص كلامه بيقنعه تيان انه ينضم ليه في رحلته ويكون واحد من فريقه، فبيوافق يانج وبيكون سعيد جدا بسبب صداقته الجديدة مع تيان. وبيكتشف ان المكان مليان بالزومبي، فبيقترح يانج انهم يقفلوا على نفسهم، لكن تيان بيفكر انه يقتل الزومبي اكتر علشان يتطور، وبيقترح عليهم انهم لازم يقتلوا الزومبي الموجودين في المكان بحجة انهم يأمنوا نفسهم. وبيستغرب يانج من ان تيان عاوز يواجه الزومبي بدل ما يبعد عنهم، وبيطلع تيان ويانج علشان يواجهوا الزومبي. وبيلاحظ تيان ان كل زومبي بيقتله بيكسب عليه نقاط وقوته بتزيد، وبيقدر يانج هو كمان يقتل الزومبي، لكن بيكون وسط الزومبي اخت يانج وبتهاجم اخوها، وبيكون لسه يانج مش قادر يأذي اخته، فبيطلب مساعدة تيان، لكن تيان بيرفض يساعده وبيقول له انه لازم يقتلها، فبيقول له انه مش هيقدر يعمل كده. ووقتها بيسيبوا تيان للزومبي علشان يقتله، وبيقول لو اخته عايشة كان خاب املها فيه. وقتها بيتحدى يانج خوفه وبيقتل اخته بضربة واحدة، وبيلاحظ تيان مدى قوته لانه قدر يهزم زومبي بضربة واحدة. ولما بيخلص يانج بيهاجم تيان بسبب انه رفض يساعده، فبيقول تيان انه عمل كده علشان يشجعه يكون اقوى ويتغلب على نقط ضعفه والا هيموت بسبب خوفه. فبيقتنع يانج بكلامه وبيعتذر له، وبيوعده انه هيعمل كل اللي عليه علشان يقدر يحمي الفريق. وتاني يوم بيعرفوا من الاخبار ان الحكومة خلاص انتهت من بناء الملاجئ وحطت حراس على كل ملجأ، وفي كمان عدد كبير من الطعام والغذاء في كل ملجأ. فبيقترح يانج وشينج انهم يروحوا هناك، لكن تيان بيرفض بسبب وجود عدد كبير من الناس هناك، والناس الاوائل هيكونوا مجموعات وهم اللي هيسيطروا على الملجأ، وكل ما هيزيد عدد الناس الموارد هتقل ويحصل صراع بين الناس جوه الملجأ، والجيش مش هيقدر يسيطر على الفوضى دي. لكن بيقرر تيان انه لازم يروح هناك لان اصحابه اكيد هيروحوا اقرب ملجأ للمدينة وهو قاعدة 6. واثناء ما هم قاعدين بيلاقوا نور بعد ما عرفوا الخبر، والملجأ اسمه قاعدة جاي من الشباك، والنور ده جاي من موظفين محبوسين جوه الشركة بتاعتهم ومش قادرين يخرجوا بسبب الزومبي. وبيحاول تيان يتواصل معاهم لكن ما بيقدرش يسمع صوتهم، فبيضطر يروح لهم بنفسه، وبيروح للشركة مع المدير التنفيذي اللي اسمه جي، وبيعرف من الموظفين بتوعه ان في ناس في المبنى اللي قصادهم، لكن المدير جي بيقول لهم ان الناس دي مش من قوات الجيش ومش هيقدروا يساعدوهم. وبيتكلم جي مع رئيسة الشركة وبيقول لها ان الاكل هيخلص منهم ولازم يخلوا واحد يخرج من الشركة علشان يتأكد ان الزومبي مشيوا ويقدروا يخرجوا من الشركة. لكن بنجيان رئيسة الشركة بترفض تخاطر بحياة الموظفين وانهم لازم يستنوا قوات الجيش علشان تنقذهم ومفيش حل تاني. وبتقول السكرتيرة اللي اسمها تونج للمدير ان هو الوحيد اللي حاسس بالجوع بسبب ان رئيسة الشركة بنجيان وزعت الاكل على الموظفين بالتساوي، وجي خلص اكله بسرعة بسبب الجوع. وقتها بيتعصب جي من تونج وبيظهر واحد اسمه يامدا، وده بيكون رئيس شركة تانية كان جاي يتعاقد مع شركة بنجيان قبل انتشار الفيروس، لكن دلوقتي هو محبوس في الشركة بسبب خطر الزومبي، وبيهدد بنجيان انه هيرفع عليها قضية بسبب الخسائر اللي حصلت بسبب الوباء، وبيطلب منها تتصرف علشان يرجع لبلده تاني لانها هي اللي دعته علشان تتعاقد مع شركته، وبالتالي هي المسؤولة قدامه عن اللي بيحصل. وبتحاول بنجيان تهديه وبتقوله انها هتحل الموقف في اقرب وقت ممكن وهتعوضه عن الخسائر اللي سببتها ليه، وبتؤمر جي ياخدوا المكتب علشان يستريح. ولما بيرجع يامدا مكتبه بيكون معاه اكل كتير جدا ورافض انه يساعد حد بيه، فبيطلع جي وبيطلب منه اكل، لكن يامدا بيرفض يساعد حد، فبيقول له جي انه قال ما معوش اكل، ولما وزعت بنجيان الاكل في الشركة اخد حصته زيهم، لكن يامدا بيوافق يديله اكل مقابل شرط واحد وهو انه يقنع بنجيان رئيسة الشركة انها تدخل معاه في علاقة. فبيقول له جي انه ما يقدرش يطلب منها حاجة زي دي، ولو اتكلم معاه في حاجة زي دي هترفضه من الشركة. فبيطمنه يامدا وبيقول له انه مستعد يعينه مدير في شركته لو قدر يقنع بنجيان وقتها. فبيوافق جي على العرض، وفي الوقت ده بيوصل تيان وصاحبه الشركة وبيلاقوا هناك ان مفيش الزومبي، لكن تيان بحاسة السمع القوية بيعرف ان في عدد كبير من الزومبي في المكان، وبيلاقي تيان سيوف حادة فبياخد سيف منه وبيديه ليانج علشان يحارب بيه الزومبي.
وبالفعل بيلاقي زومبي في طريقهم، وفي الوقت ده بيروح جي لبنجيان علشان يسلمها ليامادا. بيقول جي لبنجيان ان يامادا عايزها في المكتب علشان يناقش معاها فكره للهروب من الزومبي، لكن تونج بترفض وبتحذر بنجيان من يامادا لانه كان دايما بيبص لها بطريقه غريبه. فبيتضايق جي بسبب ان تونج دايما بتبوظ خططه، فبيفكر يبعتها هي كمان ليامادا. وبيكمل كلامه مع بنجيان وبيقول لها ان الاكل قرب يخلص ولازم يلاقوا حل في اقرب وقت ممكن، وبيقترح عليها تاخد تونج معاها ويروحوا ليامادا. ووقتها بتوافق بنجيان، وبعد ما بيخلص يان ويانج على الزومبي بيكونوا ناويين يطلعوا الادوار اللي فوق، لكن ما بيقدروش ياخدوا الاسانسير بسبب انه ممكن يعطل بيهم، ولا حتى يقدروا يطلعوا السلالم لانهم ممكن يقابلوا الزومبي في طريقهم. فبيدخلوا في فتحة المكيفات علشان يبعدوا عن الزومبي ويوصلوا للموظفين. ولما بيروحوا هناك بيحاول يامادا يتعدى على بنجيان، فبتحاول تونج تساعدها فبيضربها جي علشان يمنعها. وبيظهر تيان وصاحبه من فتحة التكييف وبيشوف اللي بيحصل، فبيضرب يانج يامادا بالسيف بتاعه، لكن يامادا بيطلع هو كمان خبير في الفنون القتاليه فبيصد ضربته وبيقول له يرمي السيف. ويواجهوا في معركه متكافئه وبيرمي يانج السيف، فبتحصل معركه قويه بينهم بتنتهي في النهايه بفوز يانج. وبيرفض يانج يقتله، لكن اول ما بيدي يامادا ظهره بيحاول يامادا يطعنه بالسكينه، لكن يانج بيتفاداها وبيضرب يامادا. وبيدخل الموظفين المكتب، فبيحاول جي يعتذر ويستسمح بنجيان، لكن تونج بتضربه بسبب خيانته. ولما بيعرف الموظفين اللي حصل بينزلوا ضرب في جي ويامادا، وبتأمرهم بنجيان يحبسوهم لحد ما توصل فريق الإنقاذ. وبتتعرف بنجيان على تيان وصاحبه، ولما بتقول بنجيان على اسمها بتتعرف عليها شينج لأنها كانت طالبة عندهم في الكلية وكانت متفوقة جدا، وعملت الشركة دي بعد سنة واحدة، وحاليا بقت المديرة الشركة وهي عندها 24 سنة. ووقتها بيتضايق تيان لما بيسمع الكلام ده، وبيتهم بنجيان وشركتها بالفساد بسبب انه تقدم لوظيفة في الشركة واترفض بسبب انه فقير، وتقدم كمان مع مجموعة كبيرة من الطلبة لكن معظمهم اترفض وما تقبلش منهم غير الطلبة الأغنياء. فبتسأل بنجيان تونج عن المشكلة دي، فبتقول تونج إن جي هو اللي كان مسؤول عن توظيف الشباب. فبتعتذر بنجيان عن الخطأ ده وبتوعد إنها تعالج المشكلة دي بعد انتهاء الأزمة، لكن تيان ما بيقتنعش بكلامها وبيقول إنها بتبيع الوهم للشباب. وهنا كانت بداية كراهية بين تيان وبنجيان، فبيحاولوا الموظفين يهدوا التوتر اللي بينهم وبيقولوا إنهم مستنين فرق الإنقاذ تيجي. فبيقول لهم تيان إن مفيش أي فرق إنقاذ قابلوها في الطريق، ولو فضلوا مستنيين هيموتوا من الجوع والعطش. وبيقول لهم إنهم لازم يشوفوا مخرج آمن من الشركة، لكن الأول لازم يرتاحوا من التعب. فبيدخلوا واحد من المكاتب علشان يرتاحوا شوية قبل ما يطلعوا من الشركة. وبيقول الموظفين لبنجيان إنهم جعانين جدا والمفروض ياكلوا الأكل الباقي مادام هيسيبوا الشركة. فبتصدمهم بنجيان وبتقول لهم إن الأكل خلص وكدبت عليهم علشان ما يحصلش توتر وخوف. ووقتها بيظهر واحد من الموظفين اسمه زينج وبيقول إنه معاه أكل وإنه سرقوا من تيان وصاحبه، لكن بنجيان بترفض تاخد أكلهم بعد ما ساعدوهم. فبيقول لها إنه عارف تفاصيل الشركة كويس ومفيش مخرج آمن غير فتحة التهوية. وبيقول لها كمان إن تيان كذاب لأن مش معقولة هيوصل للشركة بأمان وسط الزومبي ده كله، فالحل إن الموظفين يخرجوا من الشركة ويتعاملوا مع الزومبي بنفسهم، ولازم ياكلوا علشان يبقى عندهم طاقة التحديات اللي هيواجهوها. وأما بالنسبة لتيان وصاحبه يقدروا يهربوا من فتحة التهوية بسبب عددهم القليل. فبتقتنع بنجيان بكلامه، وبعد ما بيخلصوا أكل بينزل زنج وكان موظف من فتحة التهوية علشان يشوفوا مخرج آمن، وبيلاقوا زومبي ميت وبيلاقوا مفاتيح الشركة معاه. لكن فجأة بيصحى الزومبي فبيضربوا زنج بآلة حادة وبيقتله. ووقتها بيفكروا انه التعامل مع زومبي سهل مش بالخطورة اللي كانوا متخيلينها. وبنرجع تاني لتيان اللي بيكون كاره بنجيان بسبب انه اترفض من شركتها زمان، فبتقول له شينج انه ما خسرش حاجة وقتها. فبيقول لها تيان انه لما اترفض اضطر يشتغل وظيفتين علشان يجمع مصاريف الدراسة، وفي زميل ليه كان معاه واترفض هو كمان واضطر وقتها يسيب المدرسة ويشتغل كعامل بناء وحصلت له إصابة وبقى عاجز. هو بيكتشف تيان ان اكلهم اتسرق وبيواجهوا بنجيان باللي عملته، فبتشرح لهم بنجيان اللي ناويين عليه وبتوعدهم انهم بعد ما يخرجوا هترجع لهم الاكل. لكن تيان بيقول لها ان زنج ضحك عليها علشان هو هيهرب وهياخد اكل الشركة ومش هيرجع تاني، بسبب ان المسافة لحد الدور الارضي بتاخد حوالي نص ساعة وزنج مشي بقاله ساعتين. وبالفعل بنلاقي زنج والموظفين بياكلوا في مكان في الشركة، وبيكونوا قرروا انهم مش هيرجعوا تاني لبنجيان لان خلاص الشركة انتهت وبنجيان واللي زيها ملهمش لازمة. وفجأة بيظهر زومبي وبيكونوا فاكرين انه ضعيف زي اللي واجهوه قبل كده، لكن بيكون الزومبي ده من فصيلة اقوى وبيهاجمهم. ولما بتلاحظ بنجيان ان زنج اتأخر بتطلب من تيان ينزل يدور عليهم، لكن تيان بيرفض بسبب انها سمحت يسرقوا الاكل بتاعه وكانت فاكرة انهم كدابين ولازم تتحمل نتيجة افعالها. ولما بيمشي تيان بتسأله تشينج اذا كان فعلا هيسيب الموظفين
فبيقول لها تيان لا، وانه ناوي يساعدهم، لكن عمل كده قدام بنجان علشان ما تحسش بالغرور وانهم تحت امرها. فبيقول يانج انه مستعد ينزل علشان ينقذهم. فبيقول له تيان انه لازم يفضل موجود علشان يحمي الناس اللي في الدور ده. فبينزل تيان لوحده وبيلاقي الموظفين ميتين، وبيقابل الزومبي اللي قتلهم. ولما بيواجهه بيلاقي انه اسرع واقوى من الزومبي العادي بسبب انه زومبي متحول، وبيقدر يتفادى ضربته بكل سهوله. فبيستخدم تيان حيله صغيره وبيقدر يقتله في النهايه. ولما بيموت الزومبي بياخد منه كريستاله سحريه، ووقتها بيكلموا اللورد اللي هو الخاتم يعني وانتوا فاكرين، وبيقول له ان الزومبي المتحولين بيكونوا كريستالات سحريه بمستويات مختلفه على حسب قوتهم، والكريستالات دي يقدر يستعملها انه يزود قدرته ويشتري موارد من المتجر الافتراضي اللي بيوفره الخاتم. فبيخاف تيان من تطور الزومبي لان كده مش هيكون للبشر فرصه قدامهم، لكن بيقول للورد ان الزومبي محتاج وقت طويل علشان يتطور وقوه تيان هتزيد معاه. بعد كده بيحاول تيان يستعمل الكريستاله، لكن بتكون الكريستاله اللي خدها ضعيفه جدا، لكن كل اللي عملته فتحت المتجر لكن ما قدرتش تشتري اي حاجه. وبيلاقي تيان اكل في المكان اللي هو فيه، وقتها بيتاكد ان الموظفين كانوا ناويين يهربوا. فبياخد تيان الاكل وبيرجع تاني للبنجان، ولكن بيلاقي ان جي ويامادا هربوا وطعنوا شينج واخدوا بنجيان رهينه، وبيطلبوا انهم يهربوا مقابل انهم يسيبوا بنجيان. وللاسف بتعاني شينج من الطعنه، وبيعرف انها اتصابت بسبب انها كانت بتحاول تنقذ بنجيان، وبتعتذر بنجيان على اللي حصل. فبيزعق فيها تيان بسبب اهمالها لانها ما بعتتش حد يراقبهم. فبتهديه شينج وبتقول له انهم خطفوها بسبب انها حاولت تحمي الموظفين، وبتودعه وبتموت وبيحزن عليها جدا. وقتها بيتريق عليه يامادا وبيقول له يسيبه يمشي بدل ما يخلص على بنجيان. فبيقول له تيان يخلص عليها لان تشينج ماتت بسببها. وقتها بيحس يامادا بالخوف وبيكرر تهديده، لكن تيان بيثبت على موقفه فما بيقدرش يامادا يتصرف. فبيعرفوا تيان انه ما عندوش الجراءه، وبيمسك ايد يامادا وبياخد منه السكينه. فبيقول جي ان يامادا هو اللي قتلها، فبيقطع تيان يامادا في ايده. فبيقول يامادا ان جي كذاب هو اللي قتلها، وبيأكد على كلامه باقي الناس اللي موجودين. فبياخد تيان جي وبيضرب جرس انذار، فبيتلم الزومبي اللي موجودين في المنطقه، وبتشوف بنجيان زينجو والموظفين بعد ما تحولوا لزومبي. وبيرمي تيان جي للزومبي علشان ينتقم منه، وبيسيب يامادا يعيش. وبتروح بنجيان لتيان علشان تعتذر له عن اللي حصل، فبيقول لها ان هي السبب في المشاكل دي كلها وبسبب اهمالها وغرورها. فبتعترف بنجيان بذنبها وبتترجاه يساعد الموظفين، وبيوافق تيان ينقذ الموظفين علشان تضحيه تشينج ما تروحش بدون مقابل. وبياخد جثه تشينج وبيحرقها، وبياخد تيان يامادا معاه، وبتهرب المجموعه كلها من فتحه التهويه في طابور ورا بعض. وعند فتحه من فتحات التهويه بيرمي تيان يامادا وبيعلقه علشان يجذب ويلم عليه الزومبي ويقدر الباقي يهرب. وبالفعل بيطلعوا بره انابيب التهويه، لكن بيجي 2 من موظفين يامادا وبينقذوه، لكن يامادا بيغدر بيهم وبيرميهم للزومبي علشان يقدر يهرب. ولما بينزل بيركب عربيه ضخمه وبيستعمل السلاح وبيفضل يضرب نار على الموظفين وعلى تيان، وبيكون هيقتل تونج، لكن يانج بياخد لوح خشب وبيصد بيه الرصاص وبيقدر ينقذ تونج. وبيكون تيان ويانج وبنجيان محاصرين ولازم يتصرفوا قبل ما الزومبي يتلموا عليهم. فبيستعمل تيان خاتم علشان يشتري اي سلاح يساعده، لكن ما بيقدرش بسبب انه ما معهوش نقاط كفايه، لكن بيقدر يشتري بنزين. وبيلفت يانج انتباه يامادا علشان يجري وراه، ووقتها بيظهر تيان، ولما بيضرب يامادا عليه نار بيخليه يضرب على البنزين وبيتحرق بعربيته. وبعد المعركه دي بتقابل تونج واحده صاحبتها اسمها زهاو، وبياخد تيان عربيه نقل وبيعرض يانج على بنجيان وتونج وزهاو يروحوا معاهم. فبيعترض تيان على تصرف يانج، فبيقول يانج ان مكان خطير عليهم، ولو شينج كانت عايشه كانت هتقول له نفس الكلام. فبيضطر تيان ياخدهم كلهم معاه. وفي الطريق بتتكلم تونج مع يانج وبتعرف منه قصته هو وتيان، وبتكون تونج معجبه بيانج واعترفت باعجابها ليه وطلبت منه الارتباط. وبيروح المكان في ضواحي المدينه، ودي مناطق فقيره، وبيقضوا الليله في مطعم فاضي وبيلاقوا هناك اكل كتير. فبيرتاح تيان ويانج وبيسال اذا كانوا بيعرفوا يطبخوا، لكن ولا واحده بتعرف تطبخ ما عدا زهاو اللي مهارتها في الطبخ ضعيفه. وبيعزم يانج تيان على مشروب كحولي، لكن تيان بيرفض لانه لازم يحافظ على وعيه ونشاطه اغلب الوقت علشان يحميهم من هجمات الزومبي. وبتغسل تونج وبنجان الخضار، وبتسال بنجان تونج اذا كان فعلا بتحب يانج، فبتقول لها تونج ان يانج فعلا انسان كويس، والسبب التاني هي انها محتاجه حد يحميها، لان بعد التجربه اللي مروا بيها لما حاول يامادا يغتصبهم حست بالضعف والخوف، علشان كده محتاجه حد زي يانج تحس معاه بالامان. وبتقول تونج لبنجان انها ترتبط بتيان لان هي كمان محتاجه حد يحميها. فبتقول لها بنجان ان ده مستحيل لان تيان بيكرهها خصوصا بعد موت شينج بسببها. فبتقول لها تونج لو كان بيكرهها ما كانش هيهتم بيها، لكن محاولته انه يستفزها باستمرار ده معناه انه مهتم بيها. وفجاه بيظهر كلب زومبي بيعض زهاو، فبياخد يانج تونج وبنجان لمكان امن، وبيحاول تيان يقتل الكلب
لكنه اسرع واقوى من البشر، وللاسف بتتحول زهاو لزومبي وبيقتلها يانج، وبيجذب تيان الكلب لمكان فاضي علشان يحمي الباقي، وبيهاجم الكلب وبيقطع راسه، ووقتها بيكسب تيان نقطتين بعد هزيمته. وبيقول تيان لنفسه انه لازم يتطور مستواه بسرعه علشان يواجه الفصائل المتحوله. وبعد موت زهاو بيطبخ تيان الاكل بدلها، واثناء الاكل بيقول تيان لبنجيان وتونج ان هم لهمش لازمه وحمل زياده عليهم، ولازم يكونوا اقوياء ويساعدوهم في رحلتهم، ولو ما عملوش كده هيسيبوهم. فبتتعصب بنجيان من كلامه، تطلع اوضتها وهي متعصبه وبتكون سكرانه، وبتقول لتونج انهم لازم يمشوا وهي هتحميهم. فبتهديها تونج وبتسيبها تستريح، وبيشرب تيان خمره كتير، فبيكون سكران وبيطلع بيلاقي بنجيان في اوضتها، فبيتخيلها شن اللي بيحبها، وبيفضل يعبر لها عن حبه ومشاعره ليها. وبتفتكر بنجان انه بيعبر عن شعوره ناحيتها هي، وبيعملوا الاثنين رز بلبن مع بعض. وتاني يوم بيكتشفوا الباقي إيه اللي حصل، فبيقول لهم تيان انه كان سكران ومش واعي، وبيقول لبنجيان انها كان بيتكلم عن واحده تانية وبيعتذر لها. فبتضربه بنجيان بالقلم، واثناء الكلام بيسمعوا صوت ضرب نار، وبيكون بره في شباب هربانين من الزومبي، وفي واحد اسمه شوان شايل اخوه المصاب وبيضرب نار على الزومبي لحد ما الرصاص بيخلص. فبيتدخل تيان ويانج وبيقتلوا الزومبي، وبيقول لهم يدخلوا المطعم بسرعه. وبيقول للورد تيان اللي هو الخاتم انه ترقى لمستوى اعلى، وده معناه ان قوه تيان زادت. وبيجرب قوته الجديده وبيلاقي ان هجمته بقت اسرع واقوى من الاول، وبيقضي على كل الزومبي. وبيدخل هو باقي المجموعه لمكان امن، وبيكونوا واحد اسمه كيم ومراته وشوان الحارس الشخصي بتاعه. وبيحاول كيم يقفل الباب بسرعه علشان يمنع دخول الزومبي، وما بيهتمش بتيان ويانج اللي بره. لكن تيان بيزق الباب، وبيتكلم كيم مع شوان باسلوب مش كويس وعمال يهزقه قدام الناس، بالرغم من انه هو السبب في المشكله اللي حصلت لهم، وان العصابه كانت بتجري وراهم لانه طلع بره العربيه علشان يشتري حاجات تافهه، وبسببه اخوه وزمايله ماتوا من المعركه. وقتها بيتدخل تيان وبيوقف الراجل عند حده، وبيقول لشوان انه معجب جدا بشجاعته وانه رفض يسيب اخوه، وبيعرض على شوان يسيب الشغل معاه وينضم لفرقته. لكن شوان بيرفض لان مش من اخلاق المهنه انه يسيب الشخص اللي بيحرسه. فبيقول لتيان ان لو الشخص اللي شغال عنده مات هيقدر يتخلى عن عهده ده. وبيحاول يانج يقتل كيم، لكن شوان بيصد ضربته علشان يحميه. فبيقول له يانج انه لو عرف يغلبه هيسيبه يحميه. وفي الوقت ده بتلم بنجان هدومها علشان تسيب المجموعه بعد اللي حصل لها، لكن بتحاول تونج ترجعها عن قرارها. فبتقول لها بنجان ان تيان مش بيحبها وانه كان فاكرها عشان حبيبته. فبتلاحظ تونج ان بنجان بتحب تيان وبتواجهها بالحقيقه، وبتقول لها ان شن دلوقتي مش موجوده وتقدر هي ترتبط بيه. واثناء الكلام بيسمعوا صوت دوشه بره، وبيلاقوا يانج وشوان في خناقه وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيفوز يانج. وبيروح تيان لكيم وبيقول له لو عايز يعيش وما يخلصش عليه لازم يسمح لشوان ينضم لفرقته. فبيوافق كيم وبيقول لشوان انه مرفوض ويقدر يعمل اللي هو عايزه. وبالفعل بينضم شوان لفريق تيان، وبيديله تيان علبه رصاص هديه وبيكون اشتراها من النظام. وبكده فريق تيان بقى اقوى. وبكده بقى يا شباب وصلنا لنهايه الحلقه. يعني انا نظري راح بصراحه. يعني تنساش بقى اللايك الكومنت تشجيعك الجامد. ولو عايز برضو نكمل الحكايه عرفونا في التعليقات. وكلمه السر النهارده بنجيان.